ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا لما نجهز النهارده فطار مع بعض سهل وسريع، مش هياخد منك 5 دقايق وهتعمليه احلى فطار، وهيخلص كله في صينيه واحده. وبجد احلى فراخ ممكن تاكلها في حياتك، وبتتبيله سهله وبسيطه. وهنعمل جنبه رز ابيض خطير. يلا قبل ما ندخل على الفيديو تنسيش تشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه، وتعملي لايك ايه زينه لخبطتين. المهم ان انت تشتركوا في القناه وتكتبي لي كومنت حلو برايك وتعملي الفطار ده النهارده. لايك متنسوش. هيعجبكم باي. جدا. بس بقى هيعجبكم جدا، والفراخ هتطلع معاكي دايبه. يلا صلوا على النبي في الكومنتات وتعالى نبدا. هنا بوريكم الفراخ دايبه ازاي وشكلها خطير. اول حاجه بسم الله جبت بصلايه كبيره وبشرتها، وانت تقدري تضربيها في الكبه بس تضربيها ضرب ناعم جدا لان ده اللي هنتبل بيها الفراخ. فبشري بقى البصله بشريها، يا اما تضربيها في الكبه اللي بتفضليه يعني. بس يا زينة و... ومعلقة من الشبت، ونص معلقة من الثوم، والبهارات 7 بهارات وفلفل اسود وروزماري وتوم باودر وبصل باودر، وشوية من الفلفل الاسود وشوية من بهارات الفراخ. والبهارات اللي انت بتحبيها ضيفيها، يعني البهارات دي مش اختياري، اللي انت بتفضليه واللي انت بتحبيه ضيفيه. بس اهم حاجة واساسي الفلفل الاسود وال7 بهارات. وبقى وننزل بعصير ليمونة وشوية كده من الزيت. وكده ده احلى تتبيله ممكن تعمليها للفراخ، بتبقى خطيره. وهنشيل منها شويه نحطها على تتبيله البطاطس. بعد كده هنجيب بقى الفراخ ونفتحها. بصي بقى دخلي التتبيله بقى ما بين الجلد وما بين اللحمه، وما تسيبيش حته ما فيهاش تتبيله. تبليها كويس جدا، وتاكدي انك تبلتي الفراخ كلها. وهنا ممكن تعمليها من قبلها بيوم، ولو انت مستعجله زي كده تعمليها وتحطيها بس على جنب لحد ما تجهزي الخضار، وبتطلع طعمها خطير. انا بحب ان انا اعمل الفراخ مش شرط عندي ان انا اسيبها كتير في التتبيله، المهم عندي ان انا اسيبها كتير في الفرن بحيث ان هي تتبل كده وتطلع طعمها خطير. بس كده هنتبلت كل الفراخ. وتعالى بقى لما نجهز الخضار اللي بيبقى تحتها، وبيبقى طعمها خطير وبيغنيكي ان انت تعملي خضار بقى في حله تانية والكلام ده. جربي صينيه البطاطس بالطريقه دي بالظبط وبجد هتدعيلي. وسهله بقى، وبما ان كلنا مسحولين في ترويق العيد وكده فهتبقى سهله بالنسبه لك، وكلها تخلص في حله واحده ومش هتاخد معاكي اي وقت نهائي، وهتاكلوا فطار حلو. اول حاجه بقى بعد كده بقى خلاص هنسيبها تتبل شويه. بعد كده جبت بصلتين وقطعيهم جوليان. ما ينفعش بقى ان انتي او تقطعيهم طرنشات، ما ينفعش بقى ان انتي تضربيهم هنا في الكبه، احنا عايزين يبقوا ظاهرين كده عشان ايه؟ ده نفرشهم تحت الفراخ. ولو عملناها في الكبه لما الفرخه تستوي مش هتلاقي البصل ده اصلا. فهنجيب بصل بقى ونقطعه جوليان، وننزل بقى في الصينيه على طول. مش عايزين وقت ومش عايزين مجهود كتير. فننزل بقى في الصينيه على طول. وبعد كده هننزل بقرنين من الفلفل الاخضر، ممكن تحطي فلفل الوان زي ما بتحبي وانزلي بيهم. وبعد كده جبت واحده من الطماطم وبصل وبطاطستين كبار. زي ما بتحبي بقى، حابه تقللي كتري زي ما تحبي، بس كل اصلا البطاطس دي بتبقى طعمها احلى من الفراخ. مش عارفه هناك انا بقطع حاجه. طلع للخضره شبت على بقدونس على كزبره. وبعد كده ننزل بالثوم. وهنا التوم انا مش بضربه بقى ولا بهرسه ولا كلام من ده، لا انا بقطعه كده طرنشات علشان ايه طعمه ميبقاش قوي قوي. فاللي هو طرنشات كده بس على السريع، على 3 4 فصوص توم، بديها نكهه وبديها طعم خطير. الحاجات دي كلها بتفرق وبتخليها طعمها خطير. ونزلت هنا ببهارات بطاطس 7 بهارات وفلفل اسود وشويه من الملح، وما تكتروش ملح لان احنا حاطين ملح في الفراخ، وكده كده لسه هتنزل ميه عليها فما عشان ما تبقاش مالحه زياده. وكده خلاص نرص بقى عليها الفراخ. وشايفين اسرع واسهل واحلى صينيه بطاطس ممكن تعمليها في حياتك، بتبقى سهله وسريعه ومش بتاخد معايا اي وقت نهائي. تعملي احلى فطار و... يعني هتحطيها بقى في الفرن وتروحي بقى تروقي البيت بقى وتشوفي اللي وراكي، وقبل الاذان بحاجات بسيطه تعملي الرز. وكده خلاص اليوم خلص والفطار خلص كمان، وما انتش شايله هم اي حاجه. وهنا بقى احط على الوش بس شويه من الزيت ونغطيها وندخلها الفرن.
انا سبتها بقى في الفرن، انا كنت مجهزاها من بدري وسبتها في الفرن ايه براحتها بقى، يعني مستعجلتش عليها وسبتها، قلت تفضل بقى براحتها لما نخلص بقى اللي ورانا. وهنا بقى اول ما طلعت من الفرن شلت بس الغطا، لما دخلت على السوا شلت الغطا وطلعت معايا بالشكل ده، خطيرة وطعمها خطير. كان بعملها اول ما بتطلع من الفرن كده وهي سخنة، بقوم رش عليها شوية من الشبت على البقدونس وبغطيها شوية. الحركة دي بتحولها في حتة تانية وبتخلي طعمها وريحتها خطيرة. بعد كده خلاص خلاص عملت شوية رز ابيض، ونقدمها بقى كل واحد في طبق كده، وتبقى ايه سهلة بقى وخطيرة. شايفين شكلها، والصوص بتاعها تقيل كده، والبطاطس دايبة، والخضار طعمها فعلا والله الخضار بيبقى احلى من الفراخ، يعني الخضار اللي بيبقى تحت الفراخ ده بيبقى احلى منها مليون مرة. بس كده خلاص بتبقى خلصت معانا، وبتقدميها وممكن تعملي جنبها شوية سلطة وشوية عصير كده، الفطار بيبقى خلص وجاهز وسهل وسريع. جربوه النهاردة، جربوا صينية الفراخ النهاردة بجد هتعجبكم جدا. ولو عجبتكم بقى ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة لو لسه مش مشتركة، وتشيري الفيديو وتكتبي لي كومنت حلو وترفعي الفيديو. بحبكم في الله، كل سنة وانتم طيبين، اشوفكم في رعاية الله، مع السلامة.